أنا النهاردة جاي أتكلم معاكم في موضوع مهم جدا. في ناس كتير بتقول إن المعجزات خلاص راحت مع زمن الأنبياء والرسل، وإن المعجزات ما بتحصلش غير ليهم وبس. بس انت لو شخص واعي ورجعت بالذاكرة كده كام خطوة لورا، هتشوف إن المعجزات كانت بتحصل لناس كمان ما كانوش لا أنبياء ولا رسل. طب ما تيجي نشوف مع بعض. خلينا نبتدي الأول بالسيدة مريم العذراء. السيدة مريم العذراء لا كانت نبية ولا كانت رسول، اختصها من السيدات علشان إنها تحمل وتخلف لنا نبي، وهي كانت لم تتزوج، ودي في حد ذاتها كانت معجزة. المعجزة التانية لما كان سيدنا زكريا عليه السلام كان بيدخل عليها المحراب، كان بيلاقي عندها أكل، وكان بيسأل لها الأكل ده كان بيجيلك منين؟ مش السيدة مريم دي برضو كانت واحدة من البشر زينا، وكان ربنا اداها معجزة. دي حاجة. الحاجة التانية كمان، لما دخلت على قومها وما كانتش عارفة تقول لهم ايه، وهم اتهموها في انت ازاي انت عملتي كده وانت طول عمرك كويسة. فلما أشارت إليه تكلم الصبي. كل دي معجزات حصلت للسيدة مريم. وكمان معجزة ليها لما كانت هي بتولد وكانت تعبانة جدا وما كانتش عارفة تعمل ايه، فربنا عمل لها معجزة وخلاها تهز بجذع النخلة. وعشان حد يهز بجذع النخلة وهو لسه والد وتعبان ونفسه، محتاج قوة كبيرة علشان تقدر تنزل لها بلح رطب عشان تقدر تاكله. ودي كمان معجزة من المعجزات. طيب خلينا نتكلم عن حد تاني ما كانش نبي ولا رسول وحصلت له معجزة كبيرة، ده لدرجة كمان ان نزلت سورة في القرآن ليهم. خلينا نتكلم عن اصحاب الكهف. اصحاب الكهف لا كانوا رسل ولا كانوا انبياء، هم مجموعة من الفتية آمنوا بربهم في زمن كان الملوك بيدعوا فيه الربوبية أو إن هم آلهة. فلما أصحاب الكهف دول أو الفتية دول امنوا بربهم وكانوا ورفضوا ان هم يؤمنوا باللي بيقولوا الملك، فكانوا خايفين منه. وربنا كان معاهم، فهم كانوا بيستخبوا في كهف. فربنا اداهم المعجزة انه خلاهم في الكهف ده، وخلى معاهم الكلب بتاعهم ورعاهم وحماهم، وخلاهم ناموا 309 سنة علشان يتغير فيهم الزمن. وفي الآخر إن وعد الله هو اللي هيتنفذ، إن وعد الله حق. وإن يعرفوا إن في الناس كلها إن النصر في الآخر لله الواحد الأحد. ودي كانت معجزة لأصحاب الكهف. وأعتقد إن كلنا عارفين إن في سورة في القرآن اسمها سورة الكهف. فدول كمان ما كانوش رسل ولا أنبياء. خلينا نتكلم عن ثالث حد كمان. خلينا نتكلم عن السيدة هاجر زوجة سيدنا إبراهيم عليه السلام. السيدة هاجر لا كانت من الأنبياء ولا كانت من الرسل. ولما سيدنا إبراهيم عليه السلام تركها هي وابنها إسماعيل لما كان طفل صغير في الصحراء، وهي ما كانتش عارفة تعمل ايه، وكانت عايزة انها توفر لابنها ان هو ياكل او اي حاجة، عشان خايفة ان هو يموت من الجوع. فبدأت انه ربنا تروح ما بين السعي ما بين الصفا والمروة، راح جاية 7 مرات علشان تبحث لأكل عن لسيدنا إسماعيل عليه السلام. فبالسعي بتاعها وإيقانها انه ربنا هيقف جنبها وهينصرها، حصلت ليها المعجزة انه سيدنا جبريل عليه السلام ضرب بجناحه فظهرت الماء بجنب سيدنا إسماعيل، وأصبح هذا اسمه عين زمزم. ودوت العين اللي الناس كلها والحجاج والمعتمرين اللي بيشربوا منه، ودوت ماء مقدس وفيه شفاء وفيه علاج لناس كتير. وأصبح السعي ما بين الصفا والمروة من شعائر الحج، وإن دي بقت حاجة كبيرة جدا. طيب الناس دول كلهم ما كانوش أنبياء برضو ولا كانوا رسل،
طيب خلينا كمان نكمل حاجة أخيرة، لأن احنا لو بدأنا بس في الموضوع ده مش هنخلص قد ايه من كم الناس اللي هم كانوا بشر زينا عادي، وربنا كان بيلهمهم بالمعجزات. عندنا لما كانت والدة سيدنا موسى عليه السلام، لما ولدت صبي وكانت خايفة عليه جدا، لأنه في الزمن دوت كان فرعون كان بيموت أي صبي. انه احد السحرة قال له انه لو في صبي لو اتولد هيهدد العرش بتاعك او هيهدد ملكك. ففرعون خاف انه هو يزول الملك بتاعه، فبدأ يقتل في كل الصبيان اللي هي تتولد. تمام. فربنا أراد انه هو تحصل معجزة، وانه هو يحافظ على سيدنا موسى عليه السلام. وقال أمه القيه في اليم، القيه في البحر، وتخلي اخته انها تتبع عشان تشوف ان هو راح فين. وبعد كده راح لفرعون نفسه، وان هو بقى يربيه في بيته. واصبح قلب ام موسى فارغة فيما معناه. فكانت اي ام، يعني اي ام في الدنيا يا جماعة، حد بياخد ضناها حتة منها هتتحرم منه. فانتوا متخيلين قد ايه الوجع. فربنا بشرها وقال لها ايه؟ إنا ردوه إليك. حرم إن أي مرضعة ترضعه لبن إنه بتاعها عشان تحصل المعجزة، عشان يرجع تاني يردوا لأمه وتبقى هي المرضعة بتاعته. وناس كتير وكتير وكتير وكتير. انت بس اللي محتاج انك تؤمن بنفسك، تؤمن بالقوة والطاقة الكبيرة المهولة اللي ربنا اداهالك، يكون عندك يقين وتسعى ان ربنا هيكون معاك وهيوقف جنبك وهيحقق لك المستحيل. طول ما انت مآمن وموقن، ولا يهمك أي شيء في الدنيا. ربنا رب المعجزات. يومكم جميل.